7 نصائح هتغير حياتك 180 درجة وهتحسن من نفسيتك بشكل كبير. توصل لحالة تكون راضي على نفسك ومبسوط. هتتغير خلال بضع أيام أو بضع أسابيع. مش محتاج فلوس، محتاج تركيزك وإنك تعمل اللي أنا هقولك عليه، وهتبقى واحد تاني. ولو في حاجة مش مناسبة ليك الغيها عادي، ممكن تلغي واحدة أو اتنين. مهما كان مستواك المادي هتقدر تعملها. خليك معايا. أول نصيحة: ابدأ حرك جسمك. إنك تمارس رياضة أو تبدأ تحرك جسمك، تروح الجيم، تعمل تمارين في البيت، ممكن تطلع تتمشى أو تلعب كورة. هتخس وهتحسن من شكل جسمك وبيديك نشاط. ومش بس كده، وكمان هتزود ثقتك بنفسك وهتزود تركيزك وهتخليك ملتزم، بتحسسك بالإنجاز حتى لو ما عملتش أي حاجة في يومك غير شوية الرياضة. هتحس بالإنجاز وهتكون راضي عن نفسك، ودي مهمة جدا. رضا عن نفس ومطلوبة. تاني نصيحة: مفيش حد شايفك. الموضوع ده أثر عليا وهيأثر عليك وهيشيل ضغط وحمل كبير من عليك برضه. أنا لسه متأثرتش بشكل كامل، لسه بحاول إن ما تفكرش في كلام الناس عنك، لأن كده كده مش هتعرف ترضي الناس كلها. من ساعة ما اتولدت وانت بتحاول تعجب الناس. ركز مع نفسك أكتر من كده. نتيجة إرضاء الناس، ولا الناس رضيت ولا أنت عشت حياتك مبسوط. اعتبر إن محدش شايفك. اعمل اللي في نفسك واتبسط، بس أهم حاجة تكون بترضي ربنا، ما يكونش حاجة تغضب ربنا. حاول تعمل كده زي ما أنا بحاول، وصدقني الناس زي ما هي، بس ممكن النظر تتغير في حالتين: إنك تنجح أو تبقى غني. غير كده انسى. تالت نصيحة: اجتهد في دراستك أو شغلك. اجتهد في الدراسة علشان ده مستقبلك، واوعى تسمع كلام ان الدراسة مش مهمة، لان ده كلام فارغ. عمرك ما تسمع الكلام ده من واحد متعلم، تسمع الكلام ده من واحد فاشل عاوزك تفشل زيه. اسمع الفيديو اللي فات هيساعدك، هيظهر في اخر الفيديو هيساعدك قبل الامتحان. ولو بتشتغل اهتم بشغلك علشان تبقى غني، لان الغنى مش اجتهاد بس، الغنى بيكون اجتهاد زائد مهارة. هكلمك عن المهارة النقطة اللي جاية. رابع نصيحة: انسى الفلوس شوية. شوف كده بقالك كام سنة هدفك الاساسي تزود دخلك وفلوسك. للأسف السنة بتخلص وفلوسك زي ما هي. انا عاوزك تلغي الهدف ده لمدة 90 يوم بس. خلي هدفك الوحيد انك تزود مهارتك وقدرتك. مهما كان شغلك ومجالك، انا هدفي احسن شغلي ومهارتي وامكانياتي. كان في حاجة نفسي اتعلمها كانت تحسن مستواي والكواليتي بتاعي اتعلمها. ما تفكرش في الفلوس دلوقتي، ودي الطريقة الوحيدة اللي هيخليك تزود فلوسك بجد. الاستعجال عمره ما كان حل. قبل ما نكمل، اكتب لي تحت في كومنت ايه اكتر مهارة حاسس انها تغير من حياتك وهتعملها. ما تنساش اللايك والاشتراك وشير الفيديو ده لأي حد لعله يستفيد حتى لو بمعلومة. يلا نبدأ. خامس نصيحة: قلل من استخدام السوشيال ميديا. سيبك من مقاطع الريلز والمقاطع القصيرة التافهة اللي بتاخد وقتك تركيزك. استخدم السوشيال ميديا علشان تتعلم. كم مرة قلت نص ساعة وهقفل التليفون وهبدأ أركز في الحاجات اللي أنا مأجلها؟ كتير، قلت كتير. مش شرط كله يكون تعليم أو بيضيف قيمة، ممكن يكون تافه أو للتسلية، بس اتفرج نص ساعة على الفيديوهات غرض الرفاهية، والوقت المتوفر الباقي هيساعدك في كل النقط اللي أنا قلتها ولسه هقولها، وهتكون أحسن بكتير من تضييع وقتك وتركيزك على الفاضي. مفيش مشكلة تترفع على نفسك، لكن أهم حاجة ما تاخدش من وقتك كتير. سادس نصيحة: أكثر من العبادة. علاقتك مع ربنا مهمة، أكيد الصلاة مش اختيارية طالما أنت مسلم وبالغ، وده شرط عليك. بس عاوزك مثلا تقرأ صفحة من المصحف كل يوم، أو تصوم اتنين وخميس، أو تحفظ قرآن حتى لو آيتين كل يوم. هتغير من حياتك وهتحسن نفسيتك وهتحس نفسك مستريح. سابع نصيحة: اختار هوية ممتعة. النقطة دي مهمة جدا وناس كتير مهملة في النقطة دي. تبدأ تمارس هوية جميلة وبسيطة زي اللي هقترحهم عليك دلوقتي. هي الفاصل اللي بياخدك بعيد عن ضغط الشغل أو المذاكرة. حاجة ممتعة ليك انت، زي الحاجات اللي قلناها تعتبر هوية: الجيم، المشي، او لعب الكورة، او الفرجة على الماتشات، او الالعاب، او حفظ القرآن. دي هوية جميلة جدا. في ناس عندها هوايات اخرى لكن مقصرة فيها بسبب الضغط، زي الرسم او القراءة او الكتابة. هتحسن من مزاجك كتير. لو الحاجات دي مش مناسبة ليك، ممكن تطبخ أكلة شفتها، حلويات عايز تعملها، حاول ما تحرقش المطبخ علشان مش هتدخل تاني.
ممكن الزراعة في المنزل كام أسرية وتزرعها، أو تصلح حاجات قديمة عندك في البيت، تسمع حاجة بتحبها، أو تعمل متابعة علشان تشوف الحلقات القادمة. اختار هوية ممارسها، بس تأكد إنها سهلة وممتعة ومش بتزود الضغط عليك. انت مش ناقص، احنا عاوزين حاجة تخليك رايق. عاوزك تبدأ الحلم اللي انت عاوزه بس انت خايف. ابدأ، ما تديش الناس أكتر من حجمها. اعمل اللي عاوز تعمله، اتعلم المهارات اللي انت عاوز تتعلمها، طور من نفسك، اجتهد في المذاكرة، ده مستقبلك أو شغلك. حلمك تبقى غني، اجتهد زائد زود مهارتك. في الخاتمة، اوعى تنسى تعدي يوم من غير ما تتعلم حاجة جديدة. ولو وصلت لحد هنا عرفني في كومنت واشترك في القناة، ولو عجبتك شجعنا بلايك. ما تنساش، مع بعض هخليك ألف.